اللهم في هذا اليوم الفضيل كما دعوتك لنفسي أدعوك لمن فيك أحبهم بأن ترزقهم بكل خفقة قلب فرجا، وبكل طرفة عين مخرجا، وبكل صباح عفوا، وبكل مساء صفوا. السلام عليكم يا احلى متابعين مع هدى. رجعت لكم في فيديو جديد، وان شاء الله الوصفه بتاعت النهارده تعجبكم، وهي وصفه سهله وفي متناول الجميع. طبعا الشتاء جه والشوربه مستحبه في الشتاء، وكل سنه وانتم طيبين وبخير وبألف سعاده يا رب العالمين. النهارده هنعمل مع بعض شويه شوربه خضار، وهتشوفوا معايا هنعملها ازاي وايه المكونات اللي عندنا، وبتكة جديدة بحيث ولادنا يقدروا ياكلوا الخضار، لان اغلب الاطفال ما بيحبوش الخضار. انا هنا طبعا معايا زي ما انتم شايفين معايا لحمة بسلقها. ممكن انت مش شرط يكون عندك لحمة او فراخ عشان تعملي عليها، ممكن يكون عندك شوربة في الفريزر تطلعيها واعملي عليها. انا هنا طبعا بوريكم الورق اللورا والحبهان والطماطمايه والبصلايه اللي بحطها على الشوربه زي ما انتم عارفين، وطبعا قطعه الليمونه لازم احطها برضو على الشوربه عشان تشيل اي ريحه او اي زفاره وتخلي ريحتها حلوه. وطبعا عود القرفه ده حاجه مهمه. هنا انا شوربتي خلاص، اللحمه استوت، وبصفي هنا بالمصفى عشان ما ينزليش اي طماطم او اي بصلايه على الشوربه. ادي المقدار بتاعي، وحطيت عليها واحده نص مرقه، مش كلها لان انا حاطه مرقه وملح في الشوربه بتاعت اللحم. واول حاجه هنزل بيها البسله والجزر عشان هما بياخدوا سوا، او زي ما انتوا شايفين بالطريقه دي. وما ننساش بقى الاستغفار والصلاة على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. هنا بقى معايا الشعرية دي، التكة اللي قلتلكوا عليها، هحمرها وانزل بيها على الشوربة بتاعتي اللي فيها الجزر والبسلة. ممكن تبدلي الشعرية بمكرونة، تكون يعني صغيرة، اللي هي ممكن مكرونة التحمير، بتبقى حلوة قوي. انا هنا هنزل بقى بالشعرية بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده معايا اهي. ادي الشعرية نزلت عليها على الشوربة اللي عندي. الوجبة ديت ناس كتير بيعملوا شوربة الخضار عبارة عن غدا، يعني مش بيعملوها جنب الاكل. انا هنا طبعا معايا هو الكوسة والبطاطس، انا حطيتهم اخر حاجة لان هم مش هياخدوا وقت، يعني مقدار ما الشعرية بتاعتي هتستوي هيكونوا هم كمان استووا، عشان الكوسة والبطاطس ما بياخدوش وقت في السوا. طبعا ما تنسيش بقى تدوقي الملح بتاعك، لو عايزة ملح ممكن تحط لها شوية ملح اهي. خلاص كده، هي خلاص كده استوت اهي، دخلت في السوا او استوت يعني تعتبر. وفي تسبيحة سمعتها من شيخ اللي هو الواحد يسبح يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. دي من التسابيح الجميلة أوي، ربنا يفتح علينا وعليك يا رب العالمين. أنا هنا حطيت معايا شوية كركم صغيرين بيخلوا طعمها جميل أوي وطعمها بيبقى حلو. خلاص كده الشوربة بتاعتي خلاص كده تعتبر استوت اهو زي ما انتوا شايفين. دي وجبة بقى متكاملة. انا هنا اهي ادي الشوربة بتاعتي غرفتها بالطريقة دي زي ما انتوا شايفين. ممكن تعصري بقى انت عليها شوية ليمونة وجنبها عيش محمص وتبقى غدوة. والواحد دايما يحمد ربنا على اي حاجة، ونقول الحمد لله على اي اكل، كله نعمة ربنا وكله حلو. والاكل لما بتعملوا له اي تكة مش شرط فراخ ولا لحمة، لا مش شرط، لو عندك شوية شوربة هتعملي دي وجبة هتاكلوا وتشبعوا. والخضار مغذي اكتر من اللحمة كمان والفراخ اهو. شايفين شكلها جميل ازاي؟ ولو عملتيها مكرونة كمان هتبقى اجمل واحلى. يا رب تعملوها وتعجبكم. اهي انا بوريكم بقى، انا بقى هنا ايه مجملة الطبق كده بشريحة الليمون
اتمنى ان انتوا تجربوها، ويا رب اي حد يتفرج على الفيديو اتمنى اللي هو يسيب لي تعليق عشان يبقى حافز ليا اللي انا اعمل فيديوهات تانية. ما تنسوش تعملوا شير ولايك واشتراك للقناة عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.